قال لك عيش نهار تسمع اخبار. تنفيق هذا الصباح هذا تنتفاجئ بان الملك نتاع والدينا واقيلا بنا نغتصبوا فيه. بهذا المصطلح بيمشي لنا منين؟ من طرف واحد الناس اللي حنا كاينش اللي تيحب الوطن قدنا حنا، ما كاينش اللي تيحب الملك قدنا حنا. داك الحب اللي تنحبوه حنا ما كاينش اللي يدير تصاور الملك كلهم والعائله والشجره قدنا حنا. يدخلوا لجيورنا، يدخلوا للحوانت تنحبوهم النخاع. حنا وطنيين. يقول لك شي واحد عياش ولا ديك الهضره سير قولها لراسك. حنا وطنيين، ولكن باش نجيو ونتفاجئوا قال لك كاين شي احصاء، ولكن هذا الاحصاء فيه تعويضات. تيجيو تيسولوك على الملك، تيقول لك شحال نتوما، تيصوروك مع الدفه. كاين اللي تصور عائلته كامله وكاع ما كاينه تم. كاين اللي تصور شخص اللي مستافد من تم وبيسوق امه عباد الله بيتصاقوا. فهمتيني؟ داك الشخص يستافد، الله يسر ليه حيت وارث. ولكن الاخرين اللي ما كاينينش، اللي فيهم ايتام، فيهم ارامل. الاب ديالي كان مزوج 3 عيالات، 19 الولد و3 العيالات، يعني ارامل عاد ولادهم. كاين اللي عنده شوي، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي مكحط طمع في هذيك البقيعه. جاو دراري اليوم جون ولكن صغار، ماشي قادين المسؤوليه. خصو يكون شي وحدين شامخين وخصهم يكونوا تيعرفوا. وقفوا السلام عليكم. وعليكم السلام. عطينا لاكارت ديالك. هادشي هذا تيعلقوا تيكتبوا بي زعما راه وهذاك اللي تهدم من طرف السلطات. جاو لقاو واحد الحويط رايب، جات السلطه كرطات هذاك التراب. فين هو القرار الهدم؟ باش حنا نقادوا هذاك الحيط اللي ريبتو. ما تشاورتوا معنا، تشاورتوا مع وريث. جيبوا الورثه، كان بيت تما عامر باقي كاع ما تفرق نتاع المرحوم. جيتو كررتو كلشي، جمعتو كلشي، حبوا تبان. فاش جينا عند السيده القائده قلنا لها عطينا قرار الهدم او تقرير كي تيقولوا باش نمشي نبني عليه انا في الجامعه ونقول لهم عطيوني رخصه البناء باش نكمل داك الحيط، حيت هو متضرر في الزلزال. حنا متضررين في الزلزال بهذاك الحيط. التصاور كاينين، الفيديوهات كاينين، كلشي كاين. ولكن باش تجيو تكرطوا التراب وتجيروا لنا، وحنا راه عرفتي حنا راه مزروعين في هذه البلاد. تنقول لك سميتو ما ساهلينش ربع المملكه دوزناها مشاكل وتابع لنا سيدي ربي وغاديين تحت ظلنا. ولكن باش تجيو لنا ديالنا راه عيب. هذا راه تيتسمى حيت وقفنا على السيده القائده اش قالت. لا حنا ما مسالينش، حنا ما سقناش في الاحصاء. ان الاحصاء تيجيو مقدمين من مدينه اخرى واقيلا ولا ما عرفت سميتو باش يجيو يحصيونا. ما تيجيش داك اللي عارف شكون لبات وشكون اللي تيبان في هادشي. خاصها تجبد عدة ليرات. ها هي القوانين جاو نهار الدوسي ديالنا وتيتجبد الكارني وتتجبدوا شكون المستفيد من هذيك الارض حيت ورثه. وزياده على هذا الشيء راه تيتر. واش تجيو نتوما اذا شفتوه راه محفظه، راه كاين تحفيظ ديالنا صحيح. قيدتو اللي بغيتو تقيدتو سطو في عباد الله الاخرين ما تصنتو كاع لا سميتو. زياده على هذا الشيء الناس تيجيبوا ولادهم وتتصوروا مع الدفه. شنو نصور انا مع الدفه؟ ندير سيلفي مع الدفه زعما راني مول الدفه ولا شكون انا راه مواطن وراه ما غاديش نسامح حقي. اقسم بالله العلي العظيم ما نسامح حقي. اللي بغى يهتك ليا الارض ديالي واللي بغى يجي ليا ديالها ما نسامح فيه. انا مواطن صالح تنمشي في جنب الحيط تحت القياده الملكيه الساميه وتحت القوانين المغربيه كلها. اي قانون طبقتو عليا هكا. ولكن باش تجوا لي ديال الله ما نقبل يمينا بالله. هذا الشيء تيوقع في الكحيلي المهسي قدام راس الخدير. الدار البنايه اللي تشرات 1984. هذاك اللي جا تيكتب وتيقيد محال واش بزيد فيها. حنا الاوائل تما وشرينا البنايه طالعه، ما شريناش ارض وطلعنا في العشوائي. البنايه طالعه كلشي في الوراق.
ونجيو نهضروا مع السيده القائده تقول لك انا ما سوقيش في الاحصاء، واليوم مسخسخه ما فيا ما نهضر، عطيني قررت الهدم اودري ولا دبري راسك. انا مواطن صالح، عطيني الوثائق ديالي. اي مواطن مفوض له قانون باش يقبض الحقوق ديالو، الحقوق ديالو. لان انت السيده القائده جايه باش تحمينا حنا، انت السلطه باش تحمينا حنا مضررين جينا عندك شكينا عليك. هاد الناس جاو قيدوا اللي بغاو. راه تيكونوا الورثه راه واقفين على داك الشيء، ولكن تيكونوا ما مقادينش. هذا بغاو ما عندوش باش يردوا مستافد، وهذاك تيتسنى اش نديروا المنتف. هذاك الشيء اللي تشوفه دابا. المشكل هو هذا قرار الهدم، حيت داك الكراج اللي ريبوه ويدخلونا في الزوبعه تحت الاراضي العاريه. النقطه الاخرى، عطيني قرار الهدم باش تلقى عليا الاراضي العاريه اللي ريب ليه شي واحد شي حاجه قبل قرارات الهدم، باش تمشي لدار الضريبه وتقول لهم هذا قرار لان كان تما مبني وتتعفهم الضريبه. وباش انا نمشي دابا كان عندي كراج وراه في الزلزال ما تبعنا لا تعويض لا والو، وتجيو وتقولوا لنا كان كراج وراه بغيتو حل الدري الصغار فيه 3 متر 3 متر. ما كاينش شي حاجه اللي متضرر اللي دوك العمارات اللي تنشوفوهم دابا في البناء العشوائي. سيروا لهذاك الشيء اللي مخترقين وكاين 3 متر راهي ساترين العيالات اللي لداخل. كنتمنى هذا الفيديو يوصل للسلطات وسجلوا عليا اي كلمه قلتها، يا فهمتيني، ان ديالي ما غاديش نسامح فيه. يا تقيدوا كل شيء يا نعاودوا الدمصه. هذا الشيء اللي كاين. وعاش الملك، عاش الملك الى النخاع. وغاديو لي ديالي عاش الملك باش ديروا لي كنخوي هذه البلاد، وعندي الامكانيات باش نخويها، وعندي الضمانات باش نخوي هذه البلاد. ولكن الله راه خويتها، تبقاو فيها انتوما. عاش سيدنا، وتنحبوه تنموتوا في هذه الارض هذه ان شاء الله بحول الله. اطفيه.